ازيكم عاملين ايه؟ حلقتنا النهارده هتبقى عن السلاحف. طيب هنتكلم عن السلاحف النهارده، هنتكلم عن ازاي نقدر نديها العلاج، وازاي نقدر نعرف ان السلحفة دي تعبانة، عندها برد او عندها ديدان، او محتاجة تتعالج من ايه. تمام. الحاجة في البرد بيبقى عند السلحفة هو عبارة عن صوت في التنفس او رشح في الانف. هتلاقي في الانف هنا بتطلع فقاقيع ايه زي مية، كان عندها برد، وبيبقى صوت النفس بتاعها عالي. دي اول حاجة. طيب لما الحالة بتزيد لا قدر الله، بتلاقي ان السلحفة نفسها صوته عالي جدا، واحيانا بتوصل لبعض الوقت ان السلحفة ما بتبقاش قادرة تتنفس، فبتبتدي ان هي تفتح بقها عشان خاطر تقدر تاخد نفسها بدل ما تموت. طيب دي بتبقى الحالات اللي هي بتبقى بدأت يعني السلحفة ان هي تتعب قوي ومش قادرة ان هي تتنفس من مناخيرها، بتبقى النفس اتكتم خالص. طيب نقدر نعمل ايه عشان نديها السلحفة العلاج؟ هي السلحفة بتاخد علاج بشري هقول لكم عليه دلوقتي، وهوريكم كل حاجة. طيب احنا دلوقتي عشان نعالجها بيبقى في كذا طريقة. لو السلحفة في حالة متقدمة او يعني حالة بدري، ملحوقة بدري وبتاكل لوحدها، نقدر ان احنا نمسك السلحفة ونحط لها الاكل، نحط لها العلاج على الاكل، فالسلحفة خلاص بتقدر تاخد ايه وهي بتاكل، بتاخد العلاج بتاعها. تمام. تمام. طيب لو السلحفة دلوقتي بتاعتنا تعبانة وعندها برد مثلا او ما بتاكلش وقطع اكل، نقدر نديها العلاج ازاي؟ هنديها العلاج عن طريق الفم. طيب هتاخده عن طريق الفم ازاي؟ هنضطر نفتح بقها ونديها العلاج بتاعها. طيب السلحفة لو ما بتفتحش بقها بسهولة، هي دي بتفتح بقها لان هي ما بتخافش شوية، فانت تقدر تفتح البق. تمام. في بعض السلاحف كده وفي بعض السلاحف ما بترضاش. طيب احنا هنسهل على بعضنا الامور سواء كده او كده، لان هي مثلا لو بتفتح بقها، فاحنا نقدر ان احنا ندخل العلاج بالسرنجة وايه، نديهولها في عبارة عن مية. طيب ايه هو العلاج بتاعنا بتاع البرد؟ يلا بينا هجهز الحاجة وارجع لكم تاني. تمام، ورجعت لكم تاني بعد ما حضرت الحاجة اللي هندي بها السلحفاة العلاج مع الشرح ان شاء الله. طيب اول حاجة هنحتاجها، هنحتاج طبق او كوباية صغيرة زي دي، وهنحتاج سرنجة فاضية. تمام. لو سرنجة انسولين او سرنجة عادية مثلا بتبقى في حدود ال10 سنتي. طيب هنعمل بيها ايه هقول لكم دلوقتي. طيب احنا لو دلوقتي معانا السرنجة ديت ومحتاجين ان احنا نديها العلاج، ايه الطريقة اللي هنديها بيها عشان تدخل جوه البق بتاعها؟ هنجيب حاجة اسمها الكانولا، اسمها الكانولا فراشة. طيب الكانولا فراشة دي بنجيبها منين؟ دي بتتباع في الصيدليات. تمام. ما بتكلفش غالبا جنيه او 2 جنيه، مع الحقنة برضو مش هيكملوا في الاخر 10 جنيه الاتنين. طيب كانال الفراشة احنا بنجيبها بتبقى كاملة وفيها سن، يعني السن اللي بيدخل في البني ادم وبتاع، عشان وقت المحلول او وقت ما بتتعمل بيها ايه اي حاجة او عينة دم، على حسب بقى طبعا شغلهم في ايه مع الدكاترة. طيب بناخد منها الجزئية دي، يعني هي بنجيب الكانولا هوريكم صورتها دلوقتي، وبعدين ناخد منها الجزئية دي. طيب هنعمل بيها ايه الجزئية دي؟ هنجيبها ونحطها في السرنجة. طيب السرنجة احنا عايزين سرنجة دلوقتي هي دي اتمسحت من عليها الارقام بعد ما استخدمتها. طيب احنا ممكن نجيب السرنجة عبارة عن اللي هي بتبقى متقسمة عموما، فاحنا ممكن نجيبها اللي هي بتبقى ال5 سنتي او 5 ملي. تمام. ال5 دي هتبقى هي دي اللي احنا هنستخدمها. طيب لو احنا مش معانا دلوقتي ديت، هنقدر نعاير عبارة عن 10 سنتي مية. طيب انا دلوقتي هعاير ال10 سنتي مية ازاي؟ هقول لكم. طيب بص هي كده ركبت، ما بتطلعش خالص، ما فيش اي مشاكل خالص. بنبتدي اسحب بيها الميه عادي اهو. اهي. بص هي خفيفه وطريه، تدخل الجسم عادي ما فيش اي مشاكل. بتبقى كمان اول ما تجيبها بتبقى متعقمه. دي كانت ميه سخنه حطيت فيها الحاجه قبل ما بستخدمها، لان الحاجه دي هتخش فم السلحفاه. اللي في الطبق دوت هو كان علاج، هقول لكم برضو عليه. تمام. دلوقتي هنجيب العلاج بتاعها، وهو عبارة عن دواء اسمه تتراسيد او تتراسايكلين زي ما هقوله لكم دلوقتي. تمام. وكده جبنا العلاج اللي انا جبته، هو يا اما تتراسيد يا اما تتراسايكلين، بيبقى عبارة عن 250 مللي جرام. طيب بنجيبه منين؟ بنجيبه من الصيدلية البشرية، هو اصلا دواء بشري. طيب هو عبارة عن كبسولات زي ما انتوا هتشوفوا كده. تمام. تتراسيد او تتراسايكلين عبارة عن كبسول. تمام. الكبسول ده بنفضيه على 10 سنتي مية. تمام. وبنستخدمه مرتين في اليوم كل 12 ساعة. طيب هل كل الحالات بنقدر نستخدم معاها الموضوع دوت؟ هو لا. انا هنزل لكم جدول ان شاء الله موجود فيه كل
موجود في المواعيد وبيبقى على وزن السلحفة. طيب لو احنا دلوقتي مثلا عايزين ندي الكبسولة ديت للسلحفة، لو هي ما بتاكلش هنضطر ان احنا ايه، نديها لها عن طريق الفم. طيب احنا بنفتح الكبسولة زي ما انتوا شايفين كده، الكبسولة بتتفتح، ده العلاج، ونفضيه مثلا هنا. تمام. وهنحط عليه 10 سنتي مية. طيب انا عشان اجيب 10 سنتي مية محتاج مثلا عاير بالسرنجة. طيب لو انا مش معايا السرنجة، بس احنا كده كده هيبقى معايا سرنجة لان احنا هندي بيها. طيب انا دلوقتي مش معايا سرنجة الخمسة ديت، فانا معايا دي اللي هي الكبيرة دي 50. فانا دلوقتي سحبت 10، اول علامة اهي 10. تمام. ممكن اسحب شوية تاني عشان الجزئية دي، وابتدي ايه، افضيها. طيب وابتدي اقلب الدواء دوت لحد ما الكبسولة كلها المسحوق بتاعها يدوب جوه ايه، المية. هما 10 سنتي بس. تمام. وبكرر العملية ديت كل 12 ساعة. تمام كده دوبنا المسحوق اهو في قلب المية، هما حبة صغيرين. طيب انا معايا السرنجة دي، هي مش 10 سنتي طبعا او 10 ملي، فانا هبتدي اسحب بيها. تمام العلاج، وابتدي ايه، احطه في بق السلحفة. هنيجي للجزء المهم وهو ازاي ندي السلحفة العلاج في قلب البقة، او نفتح بقها ونديها ايه العلاج ده. طيب انا اول حاجة بس بطلع الهواء عشان ما اديهاش هواء في قلب ايه، ما اديهاش هواء في قلب في قلب الحاجة لما تنسخ البقة. تمام. تمام كده احنا خرجنا الهواء وادي العلاج في قلب السرنجة. هنبتدي نعمل ايه، هنجيب السلحفة وهنبتدي ايه نديها العلاج. طيب هنسحب كده العلاج الازازة، ونبتدي نجيب السرنجة بتاعتنا بالمحلول الدواء يعني، والخرطوم اللي احنا جايبينه. حلو لحد كده. تمام. طيب هنبتدي ندخل العلاج ازاي او الخرطوم ازاي في بق السلحفة. احنا قلنا عندنا حل، هو ان احنا هنفتح بق السلحفة بالراحة. تمام. يعني نمسك السلحفة ونثبت البق ونفتحه بايدينا كده، وهنبتدي ندخل ده جوه الفم وما فيش اي اذى، بالراحة. تمام. وهنبتدي نسيبه جوه البق اهو، اهو زي ما انتم شايفين، هي كأنها بتاكل. هيبتدي يدخل جوه اهو كده الدواء. هيبتدي اول ما ينزل ادينا هنديها واحدة واحدة زي ما انتم شايفين، بس مفيش اي مشاكل مع السلحفة خالص. كده خدت الكمية بتاعتها اللي احنا حاطينها في السرنجة دلوقتي لحد ما نخلص ايه الكمية كلها ونكررها. بص واحدة واحدة كده طلعت، ولا السلحفة شرقت ولا السلحفة طلعت الدواء بره بقها ولا نزل من على الارض ولا في اي حاجة تاني. هسحب الكمية الباقية ونديها مرة تانية ومع بعضنا واحدة واحدة. جميل. اهو ملينا الدواء تاني وهنبتدي ندي السلحفة واحدة واحدة. هنمسك الراس بالراحة وبنبتدي نفتح البق واحدة واحدة. لو هي صعبة بالنسبة لنا وفي حد معانا يساعدنا يبقى ماشي، لو قادر تفتحها لوحدك تمام. هو اهم حاجة ان انا بس اول ما افتحها ببتدي ايه اخليها هي بتبلعها يعني. بص هي اللي بتبتدي تزق، يعني بزق واحدة واحدة خالص وهو بينزل في الزور. طيب هي دلوقتي طلعتها اهو عشان خاطر ايديها. هنجرب تاني ونعملها مع بعضنا. ادي راس السلحفة وادي البق، مفيش مشكلة، مفيش عضتها مش قوية. هنبتدي نحط ده ونسيبها ايه تسحبه. تمام كده دخلت الكمية اللي احنا محتاجينها وانا ببقى حاسس بيها وانا بعملها. طيب ابتدي ادوس واحدة واحدة عشان السلحفة ما تشرقش. كده كده الخرطوم كمان بينزل بكميات بسيطة، فالحمد لله ايه مفيش اي مشاكل اهو. ونبتدي نسحب كده. السلحفة خدت الجرعة بتاعتها وخدت الكمية بتاعتها والحمد لله مفيش اي مشاكل خالص، ولا شرقت ولا حصل اي حاجة. السلحفة زي القمر وجميلة اهي، ربنا ايه يتم شفاها على خير. طيب البرد بيحصل من ايه، بيحصل عن طريق ان احنا مثلا في فترات الشتاء او في الفترات اللي احنا بنبقى مربيين فيها بدون ادوات تدفئة. طيب نعمل ايه عشان نوفر الدفء. السلاحف اول حاجة عشان نعرفها هي من ذوات الدم البارد. يعني ايه من ذوات الدم البارد؟ يعني جسم السلحفة ما بيحتفظش بالحرارة، يعني ده ما بيحتفظش بالحرارة، لازم مصدر حرارة عشان خاطر الجسم ده يستمد الحرارة بتاعته. لو مصدر الحرارة مثلا زي اللمبة او الشمس او اي حاجة وقفت،
الجسم دوت لو هو سخن بيبتدي يفقد السخونية اللي فيه وخلاص بيروح فبيبرد على حسب الحرارة المحيطة بيه. ده معنى ذوات دم بارد. بتحتاج مصدر تدفئة، مش بتحتفظ بالحرارة. يعني لو غطيتها، لو لبستها صوف، لو عملت لها اي حاجة عشان خاطر مثلا فاكر ان انا كده بدفيها، لا هي ما بتدفاش. السلحفة محتاجة مصدر شغال بيديها الحرارة بتاعتها. تمام كده فهمنا؟ جميل. طيب دلوقتي العلاج اللي احنا اديناه ده علاج للبرد، تتراسيد او تتراسايكلين. بنديهولها عبارة عن مرتين في اليوم لمدة 5 ايام مثلا، ونبتدي نتابع مع السلحفة ونشوف هل اعراض البرد راحت، الرشح راح، هل في اي اعراض تانية ولا لا. ممكن ندي جرعة وقائية بعدها، بنرش على الاكل مثلا بعد ما تاكل ان شاء الله، وننوع في الاكل. طيب التشميس بتاع السلاحف اساسي. يعني انت لو مربي سلحفة لازم تعرف ان موضوع التشميس ده حاجة اساسية. طيب لو انا بيتي ما بيدخلوش شمس اعمل ايه؟ هبتدي اجيب لمبة اسمها يو في بي. اليو في بي للبري هو يو في بي في كذا درجة، في للبري وفي للبرمائي. اليو في بي للبري هو 10، تمام، واليو في بي للبرمائي هو 5. دي بتبقى عبارة عن لمبة بتطلع أشعة فوق البنفسجية، بتبقى يعني بتعوض الحرارة بتاعة الشمس أو بتعوض الأشعة بتاعة الشمس عشان فيتامين د وعشان الصدف. طيب لو أنا بيخش لي شمس، هضطر طبعا إن أنا أشمسها يوميا، وده يبقى خير وبركة، يبقى أفضل طبعا من أي حاجة صناعي، مفيش عوض عن الشمس الأصلية. وطبعا لو احنا مشغلين لمبة يو في بي برضو هنلجأ ان احنا في بعض الاوقات لازم نشمسها في شمس طبيعية، ومع تنويع الاكل ومع ايه الكالسيوم بتاعها. طيب الكالسيوم بتاعها بيتعمل ازاي؟ هو السيبيا او الكالسيوم بتاع العصافير، هعمل لكم حلقة عنه واقول لكم عنه كل حاجة. ده كده كان كورس العلاج وازاي نقدر نديها العلاج بتاعها. حتى لو هتاخد علاج ديدان بيبقى برضو علاج سائل كده برضو من الصيدلية، وكنت عملت لكم عن حلقة واعمل لكم عنها حلقة تانية. ويا رب تكونوا استفدتوا ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.